الحاجة ملاك وأنهار بيروحوا لسوريا وحبيبة، والحاجة ملاك بتهدي الأمور ما بين حبيبة وأنهار أمها، وبياخدوا حبيبة البيت. وحبيبة بتعتذر لأنهار وبتقول لها: سامحيني، صالح طلبني أكتر من مرة وانتوا رفضتوا. احنا عملنا كده علشان كنا متأكدين انكم مش هتوافقوا، وانت عارفة احنا كنا بنحب بعض قد ايه. وحنان لما بتروح البيت وبتتخانق مع حبيبة، حرب يقول لحنان: لو سمحت ارجعي بيتك وملكيش دعوة بالموضوع ده، أنا هنا راجل البيت وموجود. الحاجة ملاك هي اللي بتروح لسعيد الغرباوي وبتقول له: شوف آخرة المشي البطال بيعمل إيه، كفاية كده بقى وتوب لربنا. وبتقول له الحاجة ملك على إن حبيبة كانت متجوزة صالح وكمان حامل. وسعيد بيقول لها: حبيبة بنتي ومرات صالح، وصالح ابني كان بيحبها جدا، وكمان ليا حفيد. أنا هروح أوثق عقد الجواز وحبيبة هتيجي تعيش معايا هي وابنها. بس قبل سعيد ما بيعمل كده، بيكون عياش والخواجة خلصوا عليه، وبعدها البوليس بيقبض عليهم متلبسين لما حرب بيسلمهم البضاعة. ووداد بتخسر سعيد زوجها كمان بعد ما خسرت صالح ابنها، وبتتوب على كل حاجة عملتها وبتروح تعتذر لأنهار، وبتوثق هي عقد جواز صالح وحبيبة، وبتطلب من أنهار إنها تسيب حبيبة تعيش معاها في البيت هي وابن صالح. هي دلوقتي ما بقاش لها أي حد. وأنهار بترفض طلب وداد، ولكن حرب بيقول لحبيبة: روحي مع وداد، دي أم زوجك، وعيشي معاها في البيت. لأن طبعا حبيبة هتكون عايزة تعيش على ذكرى صالح ومش هتتجوز تاني. أما أميرة بقى فزهرة مش هتعرف تجيب لها محامي، وكمان القضية ثابتة عليها. أميرة هتلاقي راشد هرب ومفيش حد واقف جنبها، هتعترف على راشد وتقول كل حاجة، وهيتم الحكم بالمؤبد أو الإعدام عليها هي وراشد. وهتبتدي الشرطة تدور على راشد وهتقبض عليه قبل ما يهرب بسبب صاحبه هيروح لحرب ويقول له: أنا عارف مكان راشد فين، هو كان طلب مني أشوف له أي سفرية لإيطاليا علشان يهرب هناك، وأنا لما عرفت إنه عايز يهرب من الشرطة علشان موت الحاج عثمان جيت لك على طول. وبيتم القبض على راشد وبيتسجن مع أميرة، وبيتم الحكم عليهم زي ما قلنا بالمؤبد أو الإعدام. وزهرة أم أميرة هي وحامد بيروحوا الحرب وأنهار علشان يعتذروا لهم، وزهرة بتستسمح أنهار وبتطلب منها إنها تساعدها لأنها مش لاقية تاكل. أميرة اتسجنت وراشد ضحك عليها، وحامد مش لاقي شغل والظروف صعبة، ويسري نصب عليها وأخد كل فلوسها وكل اللي حيلتها. وطبعا حرب علشان هو أصيل بيخلي حامد يشتغل معاه وبيصرف على زهرة علشان هي خالته برضه. أما فاطمة أم شهيرة فشادة هيساعد فاطمة ويدور على يسري لحد ما بيتم القبض على يسري هو كمان. أما بقى حرب وسوريا بتكون طبعا كل المشاكل اتحلت. سعيد الخواجة وعياش خلصوا عليه، وأميرة وراشد في السجن، والحاجة ملك خلاص بقت عايشة معاهم في البيت بعد براءتها ما ظهرت. وحبيبة مشاكلها بتتحل وبتعيش على ذكر صالح زوجها. وياسم بيخلي حنان تتغير بجد، وبيقول لها: قدري ظروف غيرك وكوني متعاونة دايما. وبيعالجوا ابنهم، وده لما شادي بيجيب النضارة بتاعة النظر اللي كانوا بيدوروا عليها من إيطاليا. وابن شادي كمان بيكون رجع. فحرب لما الدنيا بتروق وتحلى بيروح يتقدم لسوريا وبيتجوزوا، بيعملوا فرح كبير في الحارة، وأنهار وملك بيكونوا مبسوطين جدا. وسوريا طبعا بتعيش مع أنهار وملك في بيت واحد، ونبيهة بتعيش مع زوجة شعبان التانية هي وابنها وبسنت. وحرب بيكون هو كبير الحارة والمنطقة بعد الغربوية ما انتهوا من الحارة كلها، والتجارة بتاعت حرب بتكبر في السوق، وبيرجع اسم عثمان الجبالي يلعلع في المنطقة كلها. وبكده أكون وصلت لتوقع وتحليل أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل حرب الجبالي. أشوفكم في مسلسل جديد على خير.